ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنرسم التفاح. هنرسم مع بعض التفاحة. اول حاجة هنعملها هنرسم خط كده بالطول، علشان احاول على قد ما اقدر اخلي الجزء اليمين قد الجزء الشمال. وطبيعي ان ممكن اي حد ما يعرفش يعملها من اول مرة، طبيعي اي حاجة بنتدرب عليها كتير علشان نعرف نرسمها صح. فانا على قد ما قدرت حاولت ان اخلي الجزء اليمين قد جزء الشمال. من تحت اللي بيبقى مختلف الشكل التفاح بيبقى شبه القلب، بس من تحت كأنه قلب مقلوب علشان يبقى مجوف من تحت زي التفاح. بعد كده رسمنا الساق زي ما انتوا شايفين كده، وطلعنا منه ورقة الشجر. بعد كده هنلون التفاحة مع بعض. هتسألوني ليه انا خليتكم تشوفوا الخطوات دي، علشان هتشوفوا بعد كده لما الولاد خليتهم يرسموا التفاحة ولونوها، فتشوفوا نتيجة الفيديو ده. دربتهم على نفس الفكرة، وكل واحد طلعها بشخصيته هو وطريقة رسمه. عشان كده بقول لكم ان مش من اول مرة هتعرفوا تطلعوا الحاجة، فطبيعي ان احنا نتدرب عليها كتير عشان نعرف نرسمها صح. فاسيبكم بقى تكملوا الفيديو. هستنى تعليقاتكم، هستنى كل كومنت على الفيديو، واي حد نفسه يتعلم اي حاجه يكتبها لي في كومنت، وانا ان شاء الله اعمل له فيديو بيها. فاسيبكم بقى تستمتعوا ببقيه الفيديو. بتعملوا ايه؟ بترسموا ايه؟ كل واحد يقول لي لون تفاحته ايه؟ هسأل ايسن الاول. ايسن لون تفاحتك ايه يا ايسن؟ مصطفى. عالية تفاحتك لونها ايه؟ سلمى تفاحتك لونها ايه؟ نجوى وريها لي يا نجوى. حلوة قوي. كريم تفاحتك لونها وريني. وانتي مريم تفاحتك لونها ايه؟ وانتي عايزة بقى اسقفهم بس تسقيفة حلوة. النهارده رسمنا التفاح، كل واحد هيوريكم دلوقتي التفاحة اللي هو رسمها. هنبتدي بأول حد سلمى.